السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أصعب حاجة ممكن تحصل لطفل إن يلاقي نفسه كده في نص خناقة ملوش علاقة بأي حاجة، لقى نفسه متدبس كده، زي ما جه كده في تعليق أحد المتابعين الكرام عن أب بيستخدم ولاده كأداة للضغط على أمهم. الأطفال فجأة بيتحولوا من كائنات ملهاش ذنب في الدنيا لرهائن في صراع ملوش آخر. وللأسف الكبار في وسط نيران غضبهم بينسوا إن كل كلمة أو تصرف بيعملوه بيبني جرح جديد في نفسية الطفل، والنتيجة إننا بنطلع جيل فاقد الأمان وفاقد الثقة وشايل في قلبه وجع ما يتوصفش بسبب تصرفات الكبار. البيت بالنسبة للطفل لازم يكون هو السكن والملجأ ليه اللي بيهرب له كده من قسوة العالم بره، مش هو يكون المكان اللي بيدوق فيه أمر أنواع العذاب النفسي. لما الأم بتنحرم من ولادها أو الأب بيستقوى بأهله عشان يكسر شوك الطرف تاني، هما بيكسروا حاجة أهم بكتير، بيكسروا الإحساس بالأمان عند الأطفال. الطفل مش مطلوب منه يفهم مين الغلطان ومين الصح، هو كل اللي محتاجه حضن دافي كده وأب وأم بيحترموا بعض حتى لو طريقهم افترق. لكن الواقع بيورينا صور مؤلمة زي اللي ذكرتها المتابعة الكريمة، مواقف بتكشف قسوة قلوب بشر نسيت إن الأطفال دول هم اللي بيدفعوا الثمن الأغلى من عمرهم ونفسيتهم. لما بيضغط عليها بالأولاد ويروح يبعتهم عند أهله عشان يعيشوا هناك، هو كده بيدمرهم نفسهم. هديك كده قصة من الواقع. في جارة كده نعرفها، جوزها انفصل عنها وطلقها وسحب منها الولاد كنوع من أنواع الانتقام. الولاد فضلوا فترة طويلة مشتتين ما بين بيت جدهم الصعب جدا وبين فقدانهم لوجود أمهم اللي كانت بتمثل لهم كده كل حاجة. الولد الصغير كان كل يوم يقعد يعيط ويكلم أمه ويدور عليها ويقعد يعيط. في المقابل الأب ما كانش شايف غير ناره كده اللي هو عايز يطفيها والانتقام بتاعه. الولاد اتأثروا جدا، ابتدوا ينطووا على نفسهم، والسبب كان صراع الكبار. اتأثروا في مدرستهم واتأثروا في درجات الامتحانات في آخر السنة، وأصبحوا جوه المدرسة منطويين تماما، والسبب صراع الكبار اللي هو ملوش علاقة بيهم. هما اللي طلعوا خسرانين في كل حاجة في الآخر. إيه اللي مفروض نعمله عشان نحمي الأطفال من الصراعات دي كلها؟ إيه الاستراتيجية؟ أول حاجة حياد الأطفال التام. لازم نتفق أنت والطرف التاني مهما كان حجم الخلاف إن الولاد دول خط أحمر ممنوع الاقتراب منه. بمعنى بلاش الكلام السلبي عن الأب وعن الأم قدامهم، لأن الطفل بيشوف نفسه كده نص من أبوه ونص من أمه، فلو أنت زميت في طرف أنت بتهدم جزء من كيانه ومن نفسيته. حاولوا دايما تحافظوا على صورة الطرف التاني في عينيهم حتى لو كان جواكم نار مولعة، عشان الولاد يفضلوا طالعين أسوياء كده نفسيا، ولأنهم في الآخر هم مش طرف في اللي حصل بينكم.
هم ضحايا لظروفهم، فوفروا عليهم ذنب الذكريات اللي ممكن تكسرهم لما يكبروا. تاني حاجة، بيئة آمنة بديلة. في حالات الانفصال ضروري جدا توفير مساحة للطفل يقدر يتنفس فيها. فلو في صراع لازم يكون في مكان محايد أو نظام تواصل كده يضمن للطفل وجوده مع الطرفين بشكل صحي. الهدف إن الولد يحس إن هو لسه محبوب وفي تقدير من أبوه وأمه لسه ليه، مش إن هو حتة شطرنج عمال يحركوها بين البيوت، مرة يوديه عند بيت جدته وبيت جده وبيت أبوه وبيت مش عارف مين. لو الأهل بياخدوا العيال كضغط لازم التدخل السريع من الناس العاقلة كده أو القانون لإنهاء ده فورا، لأن استمرار الوضع ده بيخلق اضطرابات سلوكية عند الطفل، سواء بقى خوف، تبول لا إرادي، ضعف شخصية، انطوائية. فالحماية بتبدأ من توفير بيئة مستقرة. ثالث حاجة، لازم نعزلهم عن المشاكل القانونية. المحاكم والخناقات والفضايح والقضايا دي أماكن ومواضيع تخص الكبار. ممنوع منعا باتا إن الطفل يحضر أو يسمع تفاصيل زي دي. فلو في إجراء قانوني خليه بعيد خالص عن ودنه وعن عينيه، لأن الطفل بيترجم سماع المشاكل دي كخطر خاص بيه أو خطر جايله. فخليه دايما في عالم ليه علاقة بالطفولة، لعب، دراسة، أصحاب، فطرة. مش مطلوب منه يعرف مين دفع كام أو مين خد حضانة مين أو مين. سيبوا ليهم البراءة بتاعتهم، ما تحملوش عقولهم الصغيرة دي مسؤولية قرارات هم مش طرف فيها، عشان يكبروا وهم بيفتكروا الطفولة بابتسامة وبضحكة وبفرحة، مش بوجع محاكم وخصومات. رابع حاجة، التواصل الفعال والناضج. لازم يكون في قناة تواصل راقية بين الأب والأم بخصوص الولاد فقط، بعيد عن أي مشاكل شخصية. لو حصل خلاف حاولوا تأجلوه أو تحلوه في غيابهم، تكلموا في تليفون مثلا أو في رسائل كده يعني تخص مصلحة الولاد وبس. ده بيعلمهم إن حتى لو الأهل مش مع بعض لسه في تفاهم واحترام، وبيخفف من حدة التوتر دي اللي بيحسوا بيه دايما كده الولاد، وبيحسين كده عندهم السنسور عالي. والولاد لما بيشوفوا الأب والأم بيتحاوروا كده باحترام رغم البعد، بيتعلموا هم كمان إزاي يحترموا غيرهم في المستقبل. وده بيحمي نفسيتهم من الانقسام اللي بيحصل نتيجة سماع الخناقات والصوت العالي والشتايم والصراخ. خامس حاجة، المتابعة النفسية والملاحظة. الطفل في مرحلة الخلافات بيبقى هش جدا، لازم نكون ملاحظين أي تغير في تصرفاته، سكوته المبالغ فيه، عصبيته، تراجعه في دراسته ودرجاته الوحشة في الامتحانات. دي كلها صرخات استغاثة، مش مجرد تصرفات عادية. لو حسينا إن في تأثير سلبي لازم نلجأ كده لحد متخصص، أو حتى نقعد معاهم كده ونسمع لهم بقلب مفتوح. خليهم يعبروا عن كل اللي جوه قلوبهم من غير ما تحكموا عليهم، لأن التعبير ده هو أول طريقة تشافي. المهم إنهم يحسوا إنهم مش لوحدهم، وإنهم مهما حصل في حد بيحبهم وبيسمعهم وبيحاول يحميهم من وجع الدنيا الكبيرة دي. نصيحتي بقى ليك، خلي مصلحة ولادك فوق كبريائك الشخصي في أي موقف. نمرة 2،
اوعى تشتكي من شريك حياتك السابق قدام ولادك نهائي. تالت حاجة، اتأكد ان ولادك بيشوفوا الطرف التاني بشكل طبيعي ومستمر، ما تبعدوش عنه. رابع حاجة، وفر لهم وقت خاص بيك وبيهم بعيد عن اي توتر. نمرة 5، لو في خلاف خليه في أوضة مقفولة وبعيد عن العيال. 6 حاجة، اسمع لهم كتير، ما تقاطعهمش لما يجي كده يحاولوا انهم يطلعوا مشاعرهم. 7 حاجة، حسسهم بالأمان، انهم لسه في عينيك أغلى حاجة في الدنيا. نمرة 8، بلاش تستخدم المصاريف أو الهدايا كوسيلة للضغط عليهم. 9 حاجة، علمهم ان الطلاق ده بيكون بين الأهل، مش طلاق بين الأهل والأولاد. نمرة 10، اتعامل دايما بحكمة وبهدوء عشان ولادك يتعلموا منك. في النهاية الولاد أمانة هتتسألوا عنها، ومش كفاية كده ان احنا نأكلهم ونشربهم ونلبسهم. الحماية الحقيقية هي حماية أرواحهم من إنها تنكسر. الصراعات بتعدي والسنين بتجري، والناس اللي بنحارب بعض عشانهم دلوقتي هم دول اللي بنأذيهم بجد. افتكروا دايما إن الطفل اللي نشأ في بيت فيه احترام بين الأب والأم حتى وهم بعاد عن بعض بيطلع إنسان سوي، بيعرف يحب ويقدر يبني بيت ويبني أسرة وعيال، وعكس ده بيطلع إنسان مليان عقد. فخلونا نكون أذكى من الوجع بتاعنا ده وأكبر من الزعل ده، ونفكر في بكرة ده اللي هو بتاع العيال قبل ما نفكر في دلوقتي بتاعنا إحنا. ربنا يحفظ ولادنا من كل سوء ويجعلهم كده قرة عين لينا، ويهدي كل الأبهات والأمهات إنهم يلاقوا كده دايما طريق السلام عشان خاطر اللي جايين في الدنيا دي. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.